ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير. بجد وحشوني جدا جدا. يعني المفروض الفيديو امبارح نزلت لكم فيديو على المشتريات بتاعه العيد، او المفروض كنت انزله يعني في وقت العيد، يعني بعد العيد تاني يوم او تالت يوم على العيد، تاني يوم العيد على طول او تالت يوم. بس ما عرفتش صراحه، يعني عشان كنت مشغوله بجد في ايام العيد. طبعا انتوا كلكم عارفين ايام العيد بتبقى الدنيا كلها كعبله، وتبقى محدش فاضي بقى، والناس بتروح وبتيجي، وبتنزلي تجيبي طلبات البيت، وبتنزلي تجيبي حاجتك، وبتنزلي بقى تجيبي حاجات الولاد، وتجيبي حاجات كتير. هو انا الكلام اكبر من سني بس مش مهم يعني يا جماعه، بس احنا ده الحقيقه وده الواقع اللي بتاعنا اللي بيحصل في البيت عموما. بس عايزه اقول لكم بجد، يعني الفيديوهات اتاخرت كتير، في حاجات حتى ما نزلتهاش، وفي حاجات بتاعت ايام العيد اللي هو حد الزعف، حد العيد بتاعنا. في حاجات ما نزلتهاش كتيره صراحه، بس قلت هتتعوض ان شاء الله الايام الجايه. بس وغير كده بقى، يعني برضو الاكل برضو الحاجات ديت، الدنيا كانت الدنيا كانت مش متظبطه خالص. قولوا لي بقى عملتوا ايه بقى يوم العيد بقى، وايه اخبار الدنيا، وايه إيه الدنيا كانت معاكم بقى؟ خرجتوا فين؟ رحتوا فين؟ جبتوا ايه؟ يعني قولوا لي، شاركوني بارائكم برضو. إيه، احنا برضو يعني عايزين نعرف برضو، ناخد افكار بعضينا ونعرف نتعلم من بعضنا. بس وانا هنا، انا اقول لكم انا رحت فين. انا يوم العيد صراحه خدت اختي ورحت رحت سيتي سنتر. لو تعرفوه سيتي سنتر الاسكندرية، مش القاهرة. انا كنت قاعدة حاليا في اسكندرية. بس رحت هناك، خدت بقى ورحنا دخلنا كافيه ودخلنا السينما ومشينا شوية. طبعا عشان خاطر المكان كان حلو صراحة. انا روحت تاني يوم العيد تاني يوم العيد هو اللي هو شم النسيم. بس رحت تاني يوم العيد اللي هو شم النسيم، لقيت صراحة الدنيا كانت هادية شوية عن يوم العيد نفسه. يوم العيد كان الناس كلها بتقول الدنيا زحمة، والناس كلها صراحة كانت مبسوطة، وتحسي لي كده في فرح كده حوالين الناس كده، يعني حتى ناس معرفهاش، كل واحد جايب أهله، مبسوط بأهله. بجد كانت في فرحة بين الناس كلها يعني، وكل واحد يعني مختصر بأهله، كل واحد مع نفسه كده. يعني كل واحد يعني طالع يفسح أهله، عياله، مراته، خطيبته، آم، مامته، أي حد بقى أيا كان بقى مين بقى. بس بجد لا، كانت اليوم كان حلو، وكان يوم كان لطيف، والناس كانت كلها حلوة يعني، وكانت مشجعة يعني ان انت تروحي تقعدي في وسطيهم. اللي هو سيتي سنتر اسكندرية، اللي هو جنب آه، الموقف. بس وكان يوم كان لطيف، كان حلو صراحة، كان بجد بجد كان يوم حلو، وبجد اتمتعت فيه. انا صراحة ما عرفتش انزل يوم العيد نفسه، عشان صراحة كنت تعبانة في اليوم دوت، ما عرفتش انزل، حتى ما عرفتش اقوم من على السرير من كتر التعب. سبحان الله، يعني اول مرة يحصل معايا كده. بس هو قلت مش مهم، تتعوض تاني يوم، كده كده لسه في تاني يوم اللي هو شم النسيم، وربنا هيعوضها، وبرضه هيبارك برضه في اليوم، وهيكون احسن. بس ورحت بقى وخرجنا واتبسطنا. بس بعد كده بعد ما خلصت من هناك، طلعنا بقى فين؟ على جليم بي. لو حد يسمع جليم بي يا جماعة، في اسكندرية. جليم بي دي كلها، بس هي كلها كافيهات في اسكندرية، وبرضه مطعم فيها، مطعم تلاقي، كافيهات هتلاقي، او في الاتنين مع بعض. يعني الاتنين هتلاقوهم مع بعض برضه. في زي ما تحب شوفي الحاجة اللي هتعجبك بقى، عايزة تخشي سمك، عايزة تخشي مشويات، عايزة تخشي فراخ، في مشويات وفراخ مع بعض. شوفي بقى الكافيه اللي يعجبك، فيه اسماء كتير بس الصراحة مش فاكرة اسماء معينة. بس انا بعد كده خلصت ورحت هناك، حتى اسم الكافيه اللي انا دخلته، واختي اللي دخلتوني اسم الكافيه اللي انا دخلته مش فاكرة صراحة، بس هو الكافيه كان حلو يعني. واختي حتى طلبت هناك بيتزا. بس كان يوم برضو، كانت الدنيا كانت حلوة. وطبعا هناك المكان بيطل على سان ستيفن على طول، يعني انت من وشك مطل على البحر على طول، يعني انت الفيو بتاعه كمان روعة. الفيو بيطل على البحر. وعايزة اقول لكم وفي نفس الوقت وشك بيطل على سان ستيفن. بس ومن جنبك هنا بحر، ومن جنبك من هنا بحر، يعني اذا كنت يمين او شمال برضو الاتنين بحر، والفيو بتاعك روعة. وهتتصوري حتى لو مالكيش نفسك تتصوري، هتتصوري انت وعيلتك كلها.
بس من كتر ما المنظر فعلا رهيب ويستاهل فعلا اللي انتي تروحي وتبصي حتى في المكان. بس وحتى لو جيتي مصيف هنا ولا اي حاجة، هتلاقي بجد المكان فعلا بجد روعة ويستاهل يعني. مش بقولكوا كده بس، فعلا لما هتيجوا لا بجد يستاهل. حتى لو ما جيتيش يعني عشان خاطر بحر، حتى لو جيتي يوم كده قضيتيه كده، حتى لو جيتي يوم وقضيتيه. انا هنا كنت بعدل الكاميرا يا جماعه محدش يعني. بس حتى لو جيتي يوم وقضيتيه لقيت هتلاقي بجد يعني بجد الكافيهات كلها رائعه. انت هتيجي تتمتعي بس، هتيجي تستمتعي بيومك انت وجوزك وعيالك، او انت وخطيبك، او انت واصحابك. شوفي بقى انت هتعملوا ايه بجد. وبس انت لازم تعملي برضو حسابك في فلوس عشان خاطر الايه، الدنيا برضو يعني الدنيا ما تبص معاك، عشان طبعا في مطاعم غالية وفي مطاعم رخيصة. زي ما تحبي بقى طبعا، مواصلاتك جاية بعربيتك، شوفي بقى زي ما تحبي بقى. بس لازم برضو تعملي في حسابك، وما فيش حد بيخرج من طبعا في الايام ديت من غير فلوس. يعني اقل تكلفة اقل في اليوم يعني في النفر الواحد في سفرية زي كده ممكن نفر واحد بس 1000 جنيه. طبعا بحسابك بمواصلاتك باكلك بشربك بكل حاجه. ده انت لو جايه مواصلات بقى. بس وهناك بقى اتبسطنا وتصورنا ويعني الدنيا كانت حلوه صراحه. بس لو انتي وصلتي لغايه الفيديو هنا ما تنسينيش تعملي لايك، ويا رب تكوني اتبسطتي بكلامي واتبسطتي بمعلوماتي، وبجد شرفتيني ويعني ولو عايزين نتكلم في اي حاجه وعايزين تشوفوا اي حاجه اكتبولي في الكومنتات. وبجد بجد بفرح جدا لما بتكتبوا لي لايك او تعملوا لايك او تكتبوا لي كومنت. بجد بفرح جدا منكم. وبرضو ادوني ارائكم واقتراحاتكم برضو الدنيا ماشيه ازاي معايا. بس كده انا كده خلصت وظبطت الاوضه وظبطتها. يمكن ما بعملش روتينات كتيره في البيت، بس على قد ما بقدر يعني انزل لكم فيديوهات. بس بجد بتوحشوني جدا، وبجد بتبسط بالناس اللي بتدخل جديده، وبجد بتفرحوني. وشكرا لكم بجد ان انتوا وصلتوا لغايه الفيديو لغايه هنا. بس وما تنسونيش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بقى يلا باي باي بقى، اشوفكم في فيديو تاني. انا هو يا جماعة بعمل لكم باي باي.